سامي يانج نزلوا مكرونه جديده بطعم الكريمي مشروم. يلا بينا نجرب على طول. شكلها حلو قوي، شبه المكرونه الفيتوتشيني. بيجي معاها 3 حاجات: فليك ده ستيب 1، صوص ده ستيب 2، باودر ده ستيب 3. اول حاجه هنعملها نحط المكرونه ونحط معاها الفليكس. دي فليكس مشروم. دي 5 فليكسات. 5 بالظبط. ايه ده بجد، الناس دي بخيله قوي. بعد 5 دقايق بقى استوت، ويلا نطفي عليها. نحطها في طبق بقى، ويلا نرجع نكمل بقيه الخطوات. سيبنا فيها بقى شويه ميه كده عشان ايه تبقى كريمي. ستيب 2 الصوص بقى. اسفه مضطره انا خايف بس ايه تفرقع في وشي. احنا كان ممكن نجيب مقص اسهل من كل ده. جبنا المقص عشان نسهل حياتنا. بالظبط. ده ايه الصوص؟ اوه اوعى اللون، اذا كل قطره تنزل ما كل تسيبيش قطرة. ما تسيبيش قطرايه. ستيب 3 الباودر ده مفروض بقى اللي هيدي ايه الكريمي. ونقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه. حاسه فيه ريحه حلوه قوي. خلاص كفايه، انا جوعت مش قادر، كفايه تقليب. راسمين على الباك ترافل، انا شامه ريحه ترافل. يلا ندوق. اقصها لك من مقص. لف بقى، انا لف هاكلها. يلا لف لف. يلا هتصرف. حلو صح؟ حلو قوي. ناقصها شطه وناقصها شويه ملح صغيرين وتبقى حلوه قوي. هي ملح بس في العادي المكرونه اللي بالمشروم مش بتحط فيها شطه، فهي ده طعم مثالي. دي وجهه نظري انا. قول دي اراء شخصيه كل بقى. واحد ليه انا مش فاهم منه اي حاجه. لا ده هو قالها. هو انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا؟ ليه نكهته المفضله. ملوش حاجه، كل واحد ملوش حاجه. كل واحد ليه نكهته المفضله. ككريمي مشروم باستا لا مظبوطه الصراحه، ناقصها بس رشه ملح. لا هي مش هندسه، هي كريمي مشروم بس تبقى بالطريقه دي ودي مش بالطريقه. لا طب سيبونا نبدا. انا اسف. تبدا في إيه؟ انت بتلعب في الثوابت. السلام عليكم. تعالى انت بتلعب في الثوابت. ده ثوابت، مفيش ثوابت هنا.